للرجالة اللي بتسافر وسايبين مراتاتها في بيت عيلة. أخ يعمل علاقة مع مرات أخوه في بيت العيلة، دي مشكلة أخت، مشكلة كبيرة يا جماعة. احنا بنحكي المشاكل دي عشان ناخد عظة. تمام. أنا اتجوزت من واحد مدرس، عمري 24 وهو 28. المهم كان متفق مع أهلي إنه هيسافر بعد الجواز وهيقعد 6 شهور برا ويرجع ياخد أجازة. المهم بعد الجواز ب15 يوم سافر وقعدت أنا في شقتي. المهم أخو جوزي كان شاب أصغر من جوزي بسنتين، فضل يجي يسأل عليا، بس لاحظت إنه ابتدى يجيني كل يوم تقريبا. ومرة في مرة اتهجم عليا، حاولت أصرخ أقاوم، برضه قال لي اصرخي اعملي اللي انت عايزاه، وبرضه اللي نفسي فيه هعمله. وفي الآخر حصل بينا علاقة، ولكن كانت هتك عرض، مش علاقة كاملة، مش علاقة طبيعية، سوري. كانت هتك عرض، مش علاقة طبيعية. والكلام ده حصل مرة واحدة، وانا خفت اقول لاهلي يحصل مشاكل واتطلق واتفضح. قعدت كاتمة وساكتة، وكلمت جوزي قلت له انا هروح اقعد في بيت اهلي. المهم جوزي دلوقتي مش يعرف حاجة، وانا خايفة اقول له ومحتارة جدا، وخصوصا اني دلوقتي خلاص قربت ابقى ام. يعني لو اتكلمت هيتخرب بيتي، وانا وجوزي ملناش ذنب. وبرضه خايفة اقول له مش يصدقني. انا محتارة مش عارفة اعمل ايه. يا ريت تقروا الكلام كويس خالص وتجاوبوني على كل حاجة وتقولوا لي حلول. آه يا جماعة، اتجوزت، هما واضح من اللغة انها في الارياف، يعني الناس الطيبين دول طبعا الشرف عندهم غالي، ده اكيد عندنا كلنا. فانت اتجوزت، قعدت في بيت، شقتك في بيت عيلة، مفيش مشكلة. هو الصح كان يتعمل من الاول. انت سافرت، مراتك تقعد في بيت اهلها، ابعت لها مصروفها. انت رجعت، مراتك ترجع، هتبقى مطمن عليها في بيت اهلها. طالما عندك اخ في راجل في البيت ده، حتى لو اخوك متجوز في البيت معاك، يعني حتى لو اخوك متجوز في نفس البيت، تمام. فهو في كذا حل. اول حل ان يعني ان الكلب المسعور لازم ياخد جزاؤه. انا معلش، انا في الحق والاصول شرس شويه، ما بعرفش احود. فالصح عندنا ان هو لازم ياخد جزاؤه. تمام. بس انت خايفه جوزك تقولي له فهي مشكله، ممكن ما يصدقوكيش يعني هم هناك كده، فمش هيجيبوا العيب عليهم. فالصح تروح تقعدي في بيت اهلك، جوزك يرجع ترجعي بيتك، تقولي لجوزك الكلام ده. جوزك ما وافقش، تجيبي اهلك يقعدوا معاكي في شقتك. ده الصح. مش عاجبه ينزل يقعد معاكي هو. طب معلش سامحيني، انا اصلا اللي عايز اقوله اكتر من كده بكتير، بس يعني كفايه كده. ويمكن الناس دي اللي هتشوف، اللي خلي بالكم يا جماعه، هي هتشوف التعليقات. تمام. فاي حد بعد اذنكم بدون تجريح يعني عنده حل، وجهة نظر، يتفضل يقولها في تعليق. واي حد عنده مشكلة برضو يقولها لي في تعليق، اعمل عليها فيديو. يا جماعة لايك شير، ما تنسوش يا جماعة، اللايك والشير بيخلي الفيديو يشتغل، وانتوا كده بتدعموني عشان انا اكمل. تمام. متشكر لكم.